مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. شفاء مواطن واحد من فيروس كورونا اليوم. تطور تنمية البساتين في فورتو ساوا. نتائج مرضية لتدريب المعلمين في الإقليم الأوسط. اشتباكات عنيفة في الكونغو تجبر الآلاف على الفرار إلى أوغندا. عمران خان ينجو من تصويت بحجب الثقة عن حكومته ويطالب بحل البرلمان. رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة عن شفاء مواطن واحد كان يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9728. شفي منهم 9624 وتوفي 103، فيما لا يزال مريض واحد يتلقى الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 4 أبريل 2022. أوضح مدير مديرية فورتو ساوا السيد أبو بكر محمود بأن بساتين المديرية تسهم في توفير احتياجات السوق من الخضر والفاكهة وخلق فرص للعمل. وذكر توسع الزراعة المروية نتيجة للجهود المبذولة لتغيير حياة الراعي إلى الزراعة للسكان. وذكر مسؤول التنمية الاقتصادية السيد عقبة جبر أملاخ تنمية مساحة 2000 إلى 2500 هكتار من البساتين سنويا في المديرية، خاصة في مناطق فورتو وتلاهي وهوميب وملوبير. وأفادت إدارة المديرية تنظيم دورات تدريبية للمزارعين لحماية التربة وضمان نظافة الإنتاج من خلال التدريب لصناعة الأسمدة الطبيعية والاستخدام الجيد للمبيدات الحشرية. عقد تنظيم المجتمع الإريتري في السويد الناشط في تقوية التأطير الإريتري مؤتمره السنوي في مدينة ستوكهولم تحت شعار مجتمع ناجح لنجاح الوطنية الإريترية، وانتخب هيئة إدارية جديدة. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية سيد مان كيداني في المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 100 من ممثلي الجاليات الإريترية في السويد إن تنظيم المجتمع الإريتري في السويد يقوم بدور كبير في تأطير الإريتريين والتعريف بالثقافة السويدية. أوضح رئيس تنظيم المجتمع الإريتري في السويد السيد بنيام مسجانة إن الهيئة الإدارية المنتهية عملها قامت بمهام مرضية رغم تحديات وباء كورونا، داعين الجاليات لنشر المعلومات لتشجيع الاستثمار في إريتريا. وبحث المؤتمر التقارير المقدمة وانتخب هيئة إدارية جديدة من 14 عضوا. وقدم في المؤتمر توضيح بشأن هيكل ومهام العمل ولجنة تنسيق الاحتفالات ومهرجان اسكندنافيا الرياضي. وقد تم اختيار جالية ليليو في شمال السويد الجالية الإريترية المميزة لعام 2021. أفاد مكتب التعليم في الإقليم الأوسط بأن الدورات التدريبية المنظمة للارتقاء بقدرات المعلمين تحقق نتائج مرضية في العملية التعليمية عامة وتحسين نتائج الطلاب على وجه الخصوص. وأوضح مسؤول وحدة الدراسات في مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ ماتيوس سبهات لآب إن الوحدة تقوم سنويا بتجميع المعلومات الآنية على المدارس وتقديمها إلى الجهات المعنية وتنظيم دورات تدريبية للمعلمين في مختلف المجالات التعليمية. وذكر حل النقص في المعلمين في العام الدراسي 2021-2022، ويقوم المعلمون الجدد بالتدريب في جميع المدارس بعد تلقيهم التدريب اللازم. ودعا مكاتب التعليم في المديريات والمعلمين لتقوية الجهود لإنجاح العملية التعليمية.
أعلنت الإدارة الصحية في مديرية منحيلي تنفيذ كامل لبرنامج إصلاح البيئة لضمان الصحة العامة. أوضح مسؤول المركز الصحي في المديرية الممرض برهة كيداني أن العمل الذي بدأ العام الماضي انجز بنجاح في 106 من القرى. وذكر خبير الصحة العامة السيد هبتوم كيداني انخفاض الأمراض المعدية بنسبة 15% بعد نجاح برنامج إصلاح البيئة. وأشادت مديرة مديرية منحيلي بالإنابة السيدة ترحاس فقادو بالمشاركة الواعية للسكان لتنفيذ برنامج إصلاح البيئة. من جهة أخرى، أعلن في مناسبة إصلاح بيئة ضواحي أيت الرف وتبلدية وسابونايت وقرقف وقرست ودريسة في مديرية قلوج بإحراز تقدم ملحوظ في إصلاح البيئة. وكذا مسؤول الصحة البيئية السيد ميكائيل قبرهوة تنامي الوعي بإصلاح البيئة مشيرا إلى تنفيذ 56 قرية لبرنامج إصلاح البيئة من 72 قرية. وقال مدير مديرية قلوج السيد دسيه زرع مريم إن الجهود مستمرة لإنجاز كامل لبرنامج إصلاح البيئة في عام 2022. من جانبه أوضح خبير النظافة البيئية في إقليم الكاشبركة السيد تخلومي عبيو بذل جهود منسقة لإنفاذ إصلاح البيئة في الإقليم. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أجبرت الاشتباكات العنيفة الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الآلاف على الفرار إلى أوغندا المجاورة وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأضافت المفوضية أنها تقوم بالتنسيق والحكومة الأوغندية بمساعدة حوالي 10,000 شخص وجدوا مأوى في منطقة كيسورو جنوب غربي البلاد بعد فرارهم من أعمال العنف. ووفق بيان المفوضية نزح ما يقرب من 36 ألف كونغولي داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية يتم إيواء معظمهم من قبل عائلات مضيفة أو في الأسواق والمدارس. بعد قليل على رفض الجمعية الوطنية الباكستانية مذكرة بحجب الثقة عنه باعتبارها أتت بوحي من قوى خارجية، طالب رئيس الوزراء عمران خان بحل البرلمان وبتنظيم انتخابات مبكرة. وجاء هذا التبدل في الوضع بعدما كان خان في خطر إذا خسر حزبه حركة إنصاف قبل أيام غالبيته البرلمانية الضرورية لتفادي حجب الثقة. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي اتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الباكستانية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن خان تلقى تقريرا من سفير باكستان في واشنطن سجل لقاء مع موظف أمريكي رفيع المستوى قال له إن علاقات البلدين ستكون أفضل في حال مغادرة رئيس الوزراء لمنصبه. وتنظر المحكمة العليا في باكستان في طلب المعارضة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان. رفضت الجمعية الوطنية الباكستانية ذلك. وقال رئيس المحكمة العليا إنه سيتم النظر في المذكرة، مشيرا إلى أن أي توجيهات يصدرها الرئيس ورئيس الوزراء ستخضع لأوامر المحكمة. دعا رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وذلك بعد استقالة جميع وزراء حكومته في حين تمتد تظاهرات مطالبة باستقالته في الجزيرة. وأعلن مكتب راجاباكسا في بيان أن الرئيس يدعو كافة الأحزاب السياسية في البرلمان إلى القبول بمناصب وزارية والانضمام إلى جهود البحث عن حلول للأزمة الوطنية. قبيل دعوة الرئيس أوقفت بورصة كولومبو التداول، فانخفض مؤشر الأسهم القيادية بنسبة قاربت 6% بعد الافتتاح مباشرة كرد فعل على الاستقالة الجماعية للوزراء. وجرت احتجاجات في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا بسبب النقص الحاد في السلع الأساسية والارتفاع الهائل في الأسعار في غياب تام لأي مؤشر على إنهاء الأزمة الاقتصادية. وفرض الرئيس راجاباكسا حالة طوارئ غداة محاولة مئات المتظاهرين اقتحام منزله في العاصمة كولومبو، وفرض حظر تجول على مستوى البلاد.
قالت حكومة الإكوادور إن ما لا يقل عن 12 سجينا لقوا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون خلال عنف عصابات في أحد السجون في حلقة جديدة من أعمال العنف في سجون الدولة الواقعة على جبال الأنديز. وقال وزير الداخلية باتريسيو كاريلو للصحفيين إن المواجهات في سجن إلتوري بمدينة كوينكا وقعت في ساعة مبكرة من الصباح. وأضاف أن السجناء كانوا يحاولون بسط هيمنتهم داخل السجن. وأوضح قائلا: هناك منظمة تريد أن تكون لها سلطة مطلقة داخل السجن، وهناك بعض الزنازين تشهد تمردا. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء، أعود فأذكر بعناوينها. تطور تنمية البساتين في فورتو ساوا. نتائج مرضية لتدريب المعلمين في الإقليم الأوسط. الاشتباكات العنيفة في الكونغو تجبر الآلاف على الفرار إلى أوغندا. عمران خان ينجو من تصويت بحجب الثقة عن حكومته ويطالب بحل البرلمان. ورئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.